أذكر لما كنت صغير عمري يكون 8 سنين، لما دخلون المدرسة درس الأول كان الدين. فتح كتاب الأستاذ موضوع تاريخ الإسلام، ما علمنا الدين رحمة أو مودة واحترام، ما علمنا غير الحرب وغزوات المسلمين، حتى ذبح واحتلال بالعكس رسم للدين. وانا عارف ان الهي دينا جانا كله رحمة، اللي يفعل اي خطايا ابن علمه ما نجمه، اللي شفنا شي يبوق ومد ايده بالحرام، هو لو ما طق عوز واهله جوعانه تنام. ما يفكر ان يبوق او يخالف الاسلام، بدل ما نمد لعون لا نجرحه بالكلام. زرعوا بينا طائفية وسقوها بدم الشهيد، لجل يعتلوا المناصب والامانه شي بعيد. قسمونا شيعة سنة واحنا بهالقسمة رضينا، صرنا رب العنصرية وهذا كله من ايدينا. ارد اخاطب كل حاقد اللي حلل القتال بين مسلم ويا مسلم، يا حامل طبعا نذال. اللي تدعي الخلافة وانت من اصل خسيس، وانك تنتمي الاسلامي انت من عباد ابليس. فكرة حقد فيك افاق كل معنى للنفاق، تحكي تدعي الاسلام وانت نازع الاخلاق. الله دينه كله رحمة، مو تعبده لو تموت، وانكم تعبدوا الاله وانتو للشيطان جنود. في وقتنا اللي يحكي حق عدنا يقطعوا له لسانه، واللي يذبح اهله وناسه هذا مخترب زمانه. التعصب والطوائف عادة بينا من سنين، صاخت حق بيها انه يصحى فكر الغافلين.